انا جبت سقف الفن عم. سقف الادعاء. أيوة. ده اسمه ادعاء. يا والله جربت كل حاجه، انا غنيت راب ورقصت ومثلت وكتبت قلت واخرجت أدعية وانتجت وقلت ادعيه سجلت قرآن بس شيل بحسن معاكم. في البيت لوحده. يعني ماشي بكل الطرق ان طريق يجيب ان شاء الله. يعني مش طريق قصه يجيب. يجيب والله، بس انا طول ما انا قاعد لوحدي انا خطر على العالم. انت خاطر على الدنيا كلها، خاطر على اوضتك والله العظيم بجد يعني. انا في شويه حاجات ما ينفعش تخرج للعالم حتى بعد ما اموت. زي خرجها دلوقتي، خرجها بقولك حتى بعد ما اموت. يعني اللي يقول لك ارسل فنان انا عايز يولعوا فيك. مش عايز بلاقي. مين معانا بقى؟ مين معانا؟ في المايك. احنا دلوقتي معانا ياسر عماد. تمام. هي ما بتقوليش استاذ وبتاع والالقاب، لا عادي قولي ياسر. مدعي ياسر عماد. لا والله بالعكس انا بكره مدعين جدا. لازم ماشي. ياسر. مين ياسر عماد عامة بقى؟ انا كنت لسه اقول مين ياسر عماد انا اصلا. يلا عادي، يلا في فاهم بيتها. حاجه؟ يعني ايه مين ياسر عماد؟ يعني انتروديوس يور سيلف. حسيت ان السؤال يا عم انت بتعمل كانك ظابط انترفيو دلوقتي. مين ياسر وحاطط لي ايد على مين ايوه ياسر يا عماد؟ انا كنت فين بقى. لا ياسر عماد ممثل وممثل مسرح وكمان ممثل سينما وتلفزيون ومخرج سينما وكل حاجه. احسن برامج اطفال دي. مخرج مسرحي. انا بمثل من 15 سنه من 2010 وبخرج من 2015 والفت 3 نصوص برضو وخريج مركز الابداع الفني الدفعه الثالثه للاخراج مش التمثيل. دي بتبقى دفعه اعلى عامه مع استاذ عصام السيد طبعا، وتحت اشراف استاذ خالد جلال لان هو المسؤول هناك. وخدت برضو ورشه تدريب فني اسمها ماستر كلاس كده مع استاذ مجدي الهواري المخرج، وكانت مع المنتج هشام سليمان. ده كانت السنة دي كنا جروب كده بيعلمونا فيه التمثيل وازاي تبقى ممثل وازاي تتحول من ممثل هاوي لمحترف ومن محترف لنجم. كان بروجكت جميل جدا كده. فأنا بحب اللعبة من زمان يعني أخرجت نصوص كتير. ال4 سنين بتوع الجامعة أنا اللي كنت مخرج هناك. كان عندي فرقتي من 2015 فرقتي الخاصة. ساعتها 2015 بقى خدت جايزة أحسن ممثل أول جمهورية في مهرجان هواة المسرح. ودي كانت حاجة كبيرة في وقتها لأن ده تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والوزير والكلام ده. فحسيت أنا جبت سقف اللعبة بقى ساعتها إن أنا خدت أول جمهورية. فقررت أخرج. فجبنا نص الأجاسا كريستي. تيجي نعمل واحد. ساعتها هنا كنت مدعي. والله أنا عايزة أعرف ليه أي حد أول تجربة إخراج يقول لك انا هخرج حاجه ديستوفسكي اجاسا كريستي مش عارفه ويليام عشان كوميرشال مش كده. لا في الوقت اللي انا اخترت فيه نص الاجاسا كريستي اخرجه كان صحوه مسرح مصر، وكانت الناس كلها بدات تتجه للنصوص اللي شبه مسرح مصر. فانا في اول تجربه ما حبيتش ان انا ابقى شبه السوق، وخصوصا ان انا داخل التجربه دي ما كنتش لسه خدت ورشه اخراج. انا خدت اول ورشه اخراج ليا كانت مع استاذ عمرو ابيل 2018. دي كانت منحه من وزاره الشباب والرياضه ليا على استاذ عمرو ابيل ده رئيس مهرجان المسرح الجامعي عموما في الوقت الحالي. الراجل ده انت مش مع مجد وشباشة. لا والله حاسك كملت بيه. لا عشان انا بحب افتكر الحاجات دي عشان الناس دي ليها فضل جامد عليا. بس انا 2015 لما خدت الجائزه فحسيت ان انا ابقى فعلا بقيت مدعي في انا هخرج انا مخرج. ايوه بس الموضوع الحمد لله ما طولش معايا، لان في فرق لما انت تبقى مدعي وعندك موهبه وفي فرق لما انت تبقى مدعي في الحياه عموما. يعني في فرق لما يجي يقول لك انا بعرف امثل وجامد، وفي فرق لما يجي يقول لك انا بعرف اخرج وهو ما بيعرفش يخرج بس بيعرف يمثل فعنده هيستوري. فانا لعبتها بالصياعه يعني جبت 12 واحد مصدقيني جدا، وجبت واحد صاحبي اسمه محمود كان كتب لي اول نص، مش كتب وعمل اعداد لروايه ثم لم يبقى احد لاجاسا كريستي. واتغشمت انا بقى. انا الاول بقى كنت خلاص الغطرسه واخداني وبتاع، فروحت حجزت مسرح اللي هو سبير 500 كرسي وانا ما حدش يعرفني يعني اكتر من ابويا وامي والناس اللي في الشارع وخلصت. فجيت في النص البروفات حسيت ان ده غلط،
وده قليل قوي بقى لما هتلاقي في وقتنا الحالي ان يبقى حد بيدعي الموهبه او الفهم ان هو يقف قدام نفسه يقول ان ده غلط. لا طبعا مفيش. فكنت انا قسمت خلاص يعني برضه خبره، لان انا اشتغلت مع مخرجين كتير بمختلف بقى طبقات، اللي تحت السلم واللي فاهم واللي مش فاهم مش عارف ايه. فكل اللي كنت بعمله في البروفات عندي اجتهاد بقى، انا بقلد الناس دي حرفيا. فجينا قمت مقرر ان انا اعمل اللهم صل على النبي. قررت ان انا اجيب مخرج شاطر انا عرفته يصحح لي اخطائي في النص. حسيت ان دي الاول كنت متضايق جدا من فكره ان انا قدام ممثليني وبتاع، انا بدات احس بقى ان انا مخرج وبتاع ودول ممثليني، فانا اجيب حد تاني. فكان شكلها حسيتها بيني وبين نفسي اول وحشه، لكن لا ما كملت والراجل جه ظبط الشغل وبتاع، والحمد لله ما كنتش عاكك كتير يعني، هو ظبط حاجات بسيطه. والعرض ده علشان انا بقولها كده علشان انا مشيته صح، ما بجد ما ادعيتش ان انا خلاص المخرج الجامد الفشيخ اللي يلا هبهر العالم. وربنا كان عارف ان انا عبيط وداخل فاتح صدري ورايح مؤجر مسرح 500 كرسي وبتاع. فرحنا حجزنا رحنا عرضنا المسرحيه كان اسمها جريمه امون، وبالصدفه انا داخل بايع 230 تذكره، الفريق بقى الشباب هو انا بتمشي في السبيل فبايعين 230 تذكره، فانا بالنسبه لي ده نص الصاله على ان احنا لسه بنبدا، انا ده مرضيه جدا. فجم قالوا لي اخرج بقى قدم الفريق للجمهور وعشان اول مره وبتاع. فانا ماسك المايك وخارج لقيت الصاله كومبليت 500 بني ادم. انا قبل ما اقول للناس اي حاجه قلت لهم انتوا جيتوا منين؟ والله العظيم 3. وعملنا العرض واحنا في التحيه بقى الناس كانت عماله، وبجد الموضوع كان مبهر جدا، ناس ربنا يكرمكم وربنا معاكم ومش عارف، فقعدة زغرطت وانا بقول والله العظيم. فما كانتش امي متضايقه قوي من الموضوع. وساعتها السفير الاردني جه حضر العرض بالصدفه، كان معدي في الشارع دخل سقف مسرحيه قالوا في واحده اسمها جريمه امون، طلع وعمل لي ليله تاني في المسرح على حسابه للسفاره بس. ده جامد. عرضنا ال 120 موظف في السفاره بس. فانا في الوقت ده حسيت بجد باللي انتوا بتتكلموا فيه في فكره المدعي. ليه؟ لان انا ادعيت ان انا مخرج وكنت مجادل مع نفسي في كده، لكن وقفت في الفكره دي. في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده ما فيش حد كتير بيقف قدام نفسه كده لا انا مدعي. هل بقى بكل اللي انت بتقوله ده موضوع الحلقه عن الادعاء؟ ما انت قلت طب ما عادي يعني، واحنا لازم نقول موضوع ما هو واضح ان احنا بنتكلم عن الادعاء بس انا عايزه اقول لك حاجه، لا انا مش بتكلم دلوقتي عن الادعاء في المسرح بس، انا بتكلم عن الادعاء كلها عن الادعاء. انا كنت بتكلم، انا بحكي موقف انا حسيت فيه ان انت مدعي. انا وقعت في حوار الادعاء ده كتير قوي في المسرح يعني مع كذا حد. انا عندي مشكله ان الناس دي ما تكونش موهوبه عامه هي الناس دي ولاد وسخ عموما، كل حاجه وحشه بس احنا ما بنقولش كده. كل حاجه وحشه. انت فاهم حاجه ديكور وحش وموسيقى وحشه واضاءه وحشه وكل حاجه في العرض من النص كله، الممثلين متوظفين غلط، كل حاجه مفيش حد بيعرف يمثل، كل حاجه وحشه والصاله كامله. ليه بقى؟ هل انت بقى كنت جزء من ده؟ لا انا ما لحقتش ابقى جزء من ده، انا كنت بشوف. انا زعلت قوي ان انا ما كنتش جزء من ده. انا بشوف ده. ارجع خطوه لورا. انا دخلت تجاربي ان انا كانت في ايه، انا عايزه اتعلم تمثيل بس انا عارفه ان انا مش هوصل ان انا اطلع معاكم. انت فاهم حاجه؟ تمام. فتمام ماشي قشطه، احنا فرقه مش عارفه اسمنا كذا، هنيجي في استوديو وكذا مش عايز تقول اسم الفرقه. عايز تقول اسم الاستوديو عشان ما نعرفش ان الفرقه دي بتروح هناك. بتيجي هنا. طب تمام، احنا مش عارفه احنا 5 ساعات في اليوم كذا، في يومين في الاسبوع او 3 ايام بيلموا منكم كام بقى في البروجرام؟ بالظبط انا بتكلم بقى في الحته دي. يقول لك حضر المسرحيه انت فاهم تعمل سيرفي والله احنا 30 او 40 شخص 30 او 40 شخص في اوضه مثلا 5 في 4 وكل واحد فينا دفع 30 جنيه 35 جنيه. الكلام ده سنه كام بقى؟ السنه اللي فاتت. الاوضه كلها ال5 في 4 اللي انا بتكلم عليها دي
هي في الساعه ب 40 جنيه. مم. في ناس بتاخد ده بيزنس. فبزنس بالظبط. وانا المخرج مش عارفه فلان الفلاني اللي انا رحت عملت فين وعرضت في فين ناس وعملت بتبقى ايه يقول لك بقى انا خريج مركز الابداع بقى، ويقول لك هو مش كل عارف. لا، لا. 10 سنين والله وكنت طب في الجامعة. تصدق تؤمن بالله، بما ان لا، 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 ذكرنا لا. حكايه فلوس البروفات دي، مم. انا في 2015 كنت بلم 3 جنيه في البروف. تمام، كان معايا 12 ممثل، كنت بلم 3 جنيه. مم. لما غليت 2017 كنت بلم 5 جنيه. مم. انا برضه. استنى بس، احنا في 2025 مم. انا موقف بروفات في شهر 2 2014. مم. تمام، دي كانت اخر بروف عملتها. كنت بلم كام؟ كنت بلم 15 جنيه في البروف. من شوف انا كام بقى لي شخص؟ ايه، من كام شخص؟ كان من حوالي برضو 15 20 شخص من 15 20 شخص على كام ساعة؟ على 4 ساعات 700 جنيه. يعني انت كنت كنت بالظبط، بدفع فرق من جيبي ساعات. انت بالظبط او بتدفع معاك. انا بقى بتكلم ان ده في بقى ناس بيدفع 200 تاني، جنيه بص، بيعمل لهم 1000 جنيه. ايوه، ما هو ده بالنسبه له الراجل ده فضل. اوديوت ده انا دي بالظبط. شغلتي بالظبط ده. فانا اشوفهم وانت الممثل مش عارفه ايه. المشكله ان هو كمان يعني انت مش عامل عليهم النصابيه. بس بعمل دلوقتي يعني انت مش عامل النصابيه دي ومحترم. فلوس نصابة. لا ده بيدخل بص، هو في ناس بتقنع ممكن يبقى عنده ممثل شاطر، مم. بس هو مش عايز يقنعه انه شاطر علشان يفضل ولاؤه ليه، مم. فيفضل يجيله، فيفضل يدفع له فلوس بروفات، فيفضل مم. بتاعه. انت عارف بقى بيعمل حاجه تانية مختلفه دلوقتي. لا يقول له انت شاطر، انت اللي شايل الفرقه، تمام، انت ده هتبقى لما مساعد يحس المخرج. ان هو بدأ يحس بالانحدار، انا ماليش لازمه، مم. طب انا باجي ليه؟ اه مم. فلا يقول له لا، ده انت مهم، ده انت وجود، ده انت من انت ده ما انت المحفل ده انت مساعد المخرج، بالظبط. ولا هو فاهم اخراج ولا فاهم حاجه ولا فاهم اللي بيحصل اصلا ولا اي حاجه من اي كرو اخراج فاهم؟ مسرح هواه ما بيبقوا مسرح، اصحاب المخرج يعني. ايوه مم. مسرح الهواء. مسرح الهواء بقى يخش لك سب دين وشتيمه وكل قله الادب اللي موجوده في الدنيا. مش كلنا. بنفتح لا انا بتكلم على النماذج اللي انا انت شفتها. بتمثلي بقالك قد ايه، او دخلتي مسرح بقالك قد ايه؟ يا ابني انا دخلت 3 شهور وخرجت من امتى؟ من سنه. تمام، انا هقول لك على حاجه وانت عارف اقول لك حاجه، في الفتره دي لما كان اي حد يشوفني يقول لي انت على فكره ممثله حلوه قوي، ما تيجي معايا في الفرقه. انت فاهم لا، عشان عندنا نقص في البنات. بالظبط. والله العظيم ده مش عشان انت ممثله انا مش بعرف امثل، انا مش بعرف لان امثل. البنات بتجيب شباب عموما. انا عارف الاستثمار الرقمي ده. هو بص على ال 40 جنيه بتوعي، شايفني في 40 ناس جنيه ماشيه ساعات قدام بيمشوا بمبدا الشارع سواء بالظبط. ميكروباص، انا شايفها في نفر يعني. بالظبط بصي، احنا في من 2010 لحد نقول مثلا اوائل 2017 كنا المسرح الهواة ليه صيته وليه ممثلين زي ما بيقولوا كده فطاح، ناس تقيله يعني، ناس معروف، وكان العدد بتاع الناس دي قليل يعني. معروف مثلا باهو في فرقه ياسر، ده ممثل جامد، ولما كان حد يعوز باهو يشتغل معاه في عرض فيكلم ياسر كمخرج باهو يطلب منه ان باهو يجي يمثل معاه. كان في احترام جامد جدا. اشتغلت مع ناس كانوا بيشتروهم. لا، مش ما كانش مش فيه. مشكله بس كانت المحترف هو اللي كان بيدفع له فلوس، أيوة اللي هو صح. لا، لان دي مرحله ودي مرحله. الممثل محترف، في ممثل دوله والكلام ده كله. انا بتكلم على للاسف اللي انتشر واتفتح كده مره واحده. لحد مثلا 2017 كانت الدنيا ماشيه باحترام كده، وكان في ناس يجي يقول لك ده ده ممثل هواه. ده ممثل هواه، ده معناها ان الراجل ده ما جاتلوش فرصه ان هو يدرس في اكاديميه او ايا كان حاجه معتمده، ورغم كل ده بيصرف على موهبته وبينزل يروح بروفاته وبيضيع من وقته في حاجه هو عارف ان هي مش معتمده. فكان بيتخاف منه بجد. ليه؟ لان عنده اصرار ان هو يبقى حاجه في المجال ده. بعد كده من اول 2018 كان مسرح مصر بقى بذروته، بدا جيل بقى الاندر ايدج يخش. عامة الاندر ايدج بداية اول ما بيدخل في اي حاجة لها علاقة بالفن فبقى انا شفت ده بعيني وحضرت وعاصرت ده، وده اللي مخلاني مثلا كنت بنزل بعرض بعد كده كل سنه. انا كنت اشوف طفل عنده 15 سنه وكان بيحصل قدامه ده على قهوه وسط البلد هنا عادي، وليه مثلا 10 15 واحد اصحابه يروحوا يجيبوا ورق من اي حته، يلا نعمل واحد عرض، ويلا نعمل عرض، ويروحوا ويبيعوا لاهاليهم ولاصحابهم وبتاع، ويملوا صاله فعلا.
فال 100 200 300 واحد اللي بيروحوا يشوفوا ال 15 طفل دول وهم بيعرضوا هبل الهبل، بيبتدوا يقولوا هو ده بقى مسرح الهواء. خلاص ما صرفوا. فضلنا في الصورة دي لحد ما جمهور مسرح الهواء بقى معدوم، بقت الناس طب ما اروح لاشرف عبد الباقي على الاقل هدفع وهتبسط. واشوف اشرف عبد الباقي. فاللي شوه الصورة واللي كتر ده هم الاطفال بتوع الاندر ايدج دول، وشوهوا الموضوع جدا. والعواجيز بقى اللي هم يعني الاستوديو ده فيه كمية عواجيز نصابين جدا. يقعد يقول لك انا اشتغلت مع اشرف زكي سنة 72، انا عملت ايام السادات، انا عملت مش عارف حلمي لسه قافل معايا فيفضل يتكلم كده ان هو جامد جدا. في بقى شويه الشباب اللي بيبقوا جايين من الارياف على شويه العيال اللي عندهم حلم محمد رمضان، انا نفسي فبيبصوا له ان هو اله بقى، يا دين النبي انت مثلت مع وقفت جنبه كده. تلاقيه للاسف معاه صور مثلا هو كان رايح كومبارس انا اتصورت مع اللي طب والله كان في واحد من اللي انا دخلت معاهم ما كانش بيقول انا اتصورت مع احمد حلمي او اتصورت مع فلان او كده والكلام ده، هو كان يقول لك يا بدون ذكر اسماء بقى ومش عارفه ايه انا رحت وجيت اشرف زكي. ما كانش بيقول اسماء اصلا، والعيال كانت هيمانه بيه. في واحد هنا في الاستوديو اسمه يعني هم مسمينه الدكتور. عارف انت اسامي العصابات دي، هو مخرج وبيقولوا له دكتور، ما اعرفش هو دكتور في ايه بصراحه. هو بيدعي ان هو نقابي، وبجد مع مراته هم عاملين يعني فرقه عائليه بيلموا 50 مثلا بجد 50 بني ادم كلهم من الارياف ومن الحتت دي، وبيبتدوا يقنعوهم ان الدكتور متقاعد من معهد فنون مسرحيه. متقاعد ما تفهميش بقى زي طيار متقاعد، وان هو عنده البروفا بيلم فيها 50 جنيه من 50 بني ادم، ده الاستثمار الاولاني. وانا قدرا كده كنت بعد ما بخلص بروفا بشوفه بيتكلم مع الممثلين بتوعه، لان انا كنت بحجز هنا ساعات 7 ايام، انا كان عندي 3 فرق. فكنت بلاقيه مثلا يوم دخل على 10 من ال 50 دول، انتوا محتاجين الورشه الصغيره مش الورشه الكبيره. فعارف اللي هو ايه بالظبط يعني فاهم ايه، اسبوع كل يوم 100 جنيه اسبوع مكثف، ويروح لواحده انت عايزه بقى الورشه الاقل دي فين؟ لا ويروح مثلا لجروب تاني اللي هم 5 6 7 كده، لو انتوا بس المستوى صعب فمحتاجين ورشه كبيره. هي نفس الاسبوع بس ب 200 جنيه. الفكره بقى انا كنت فاكر بجد ان ده حد هو كان بجد بيوهمني، هو مدي ايجو ان هو دكتور بجد بيقعد، وبجد في دايما هتلاقي المدعي حواليه 5 6 كده بيألهوه. انت الدكتور ده اعظم ما انجب الفن. ده شو الدكتور بس رحبتوه في الذكريات. كان في حد كده هنا مش عارفه اقول اسمه ولا لا الصراحه، كان محامي مخرج هنا، هو ليه علاقه بالحديد، ما اعرفش انت عارف اسمه ولا لا، مش عارفه جدا مش عارفه. ما علينا عز حداد الدخيله، واحد اسمه حداد، واحد اسمه حداد تمام. حداد اصل قال لك عز انت خلاص الحداد. فالمهم ايه ان انا من ساعه ما دخلت ده يا لهوي ده شاب صغير بس ايه عروضه تحفه، عروضه حاجه ما تتصفش، عارف اللي هو فعلا ما تتصفش، تسير في الجو واعمل ومش عارفه ايه، وبتبقى كومبليت وصاله ويشقط ممثلين من هنا، ولو سمع عن حد يتجنن ويجيبوا الكلام ده كله. رحت حضرت له حاجه من يومين من قريب، انا طالعه يعني اللي هو انا قلت كلام انا ما ينفعش اقوله دلوقتي عن مسرح الهواة، انت فاهم حاجه؟ اللي هو ده بقى اللي كنت بسمع عنه، هو ده الحلو الجامد. انا عايز اقول لك انا الدكتور ده عرفت حقيقته، كنت بصور البرومو بتاع اللعبه بتاع الجزء الثالث وهو كان معاه. احنا كانت فكره البرومو ان هم هيمشوا شيكو وهيجيبوا حد مكانه، شيكو وهشام هيجيبوا حد مكانه، فالمفروض ان انا وحد تاني اللي هو مكانهم. بس في بين ان انا بيختاروني وبين ان هم بيجيبوا شيكو وهشام بيمشوا شيكو وهشام، بيعملوا اوديشن لاكتر ناس شبيهه لشيكو وهشام مع فروق السن من الاطفال للعواجيز عشان بيدوروا. فالراجل ده كان رايح مكان ان هو شبيه هشام ماجد
فقدرا اقسم بالله الموقف ده حصل. قدرا كان الدكتور ده قاعد، انا ليا اوضه لوحدي انا والراجل اللي معايا، لان احنا المين بتاع الاعلان، وهو قاعد مع اوضه تانية فيها الكاستنج وبتاع. فبيلف حد يشوف الوجبات، يقول لك في خضار وفي فرايدي تشيكن، انت عايزها ايه؟ فانا لما كنت خارج وهو قدرا كان قدامه موقف، فبقول له انا عايز الاثنين. فالولد بتاع الاكل ضحك وبتاع، قال لي الاثنين، قلت له الاثنين، قال لي خلاص من عيني. فالتاني بيقول له انا كمان عايز الاثنين. قال له لا انت يا دي يا دي والله العظيم. فقعد يهلل ويزعق، وانا اعرف اشرف زكي وانا اعرف مش عارف ايه. خرج مساعد المخرج قال له تعرف اشرف زكي؟ قال له تعرف؟ قال له كلهم قال له كلهم اساتذتي على دماغي، اطلع بره. وطردوه من اللوكيشن. قال لهم يا جماعه مين اصلا اللي جابه؟ فهو كان جاي طالع اللي هو كومبارس، يعني حتى ما كانش ليه جمله، ما كانش ليه كلمه. فانا لما شفته في الموقف ده ورجعت انا اشوفه في الاستوديو، عرفت بقى النصوايا دايره ازاي. واكتر ناس بجد بكرههم اكتر من الشخص المدعي، الجروب اللي حواليه بكرههم جدا. ما هو برضه خلي بالك ممكن يكونوا مغفلين، ما دي الفكره. لا دول بيبقوا اصحابه قوي، او في يعني ممكن تلاقي منهم مش عارف. لا 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 العيال دي بتاخد مثلا لو هو هيعمل عرض فبياخدوا البطوله، بياخدوا الادوار المتشافه. فدايما هم بيقلهوا ليه؟ لان هم عايزين برضو الكام عيل اللي هيعملوا الادوار الصغيره اللي حواليهم. فلازم يقنعهم ان هم شغالين مع حد جامد جدا. محمد دياب احنا عملنا عروض في روسيا. ما شفتوش ده من 40 سنه كان خارب الدنيا في صغير. الموضوع صعب قوي. بس على فكره حوار الادعاء مش موجود بس في المسرح، هو موجود في كل حاجه تانية حوالينا. مش في الحته انا بدعي دلوقتي ان انا بعرف اتكلم. ايوه بتدعي الكلام. ايوه بجد. عامه ده موجود في كل حته. بس احنا اتكلمنا بجد قوي. يعني مش فاهم، بقول لك في مجال وشوشه يعني لا بس والله نتكلم حاجه حلوه يعني حلو. حبه حاجات بقى للريلز اهي يعني يلا افرح. قول لي انا على فكره انا بدعي ان انا بنزل ريلز، انت فاهم حاجه؟ ايوه 19 فيو بيونونوا نام فرحانه كل يوم. ايوه 100 وحاجه اللي عندنا دول بص بيجننوني. ده انا بدعي ان انا بعمل حاجه ورايحه جايه ومش عارفه تسجيل والكلام ده كله. بس يعني هيجي وقت ان شاء الله لو انتم مش مبدعين هتنجحوا ان شاء الله. اما تشوفوا الشله بقى تشغل لنا بس اللي ادعى موجود في كل حته عامه، حتى التيك توك موجود على السوشيال ميديا عامه بجد. يعني المنصور في كل يعني لا لسه ما وصلش المنصور لا ابعد شويه لسه. في كل حته مثلا على السوشيال ميديا هتلاقي كميه مدعين، حتى على الانستجرام ده اكبر مكان للمدعين في الدنيا. في دلوقتي في شركات بتزود الفولورز ويجي يقول لك انا عندي 200,000 و300,000. لا بس ده بيبان بقى يا معلم، بقى ليها نسبه اصلا. يعني الشركات دلوقتي بقت فاهمه الحوار ده. الشركات بتروح تشوف الاكونت بتاعك، تمام؟ انت الفولورز اللي زادوا مش هيعملوا لك لايكات، مش هينجيج معاك. حلو. فالشركه بتروح مثلا انا عايز اعلن عند ياسر، انت عندك كام مليون فولور بس بتجيب كام لايكس بقى وكام كومنت. انا بستغرب جدا بجد الناس اللي هو يبقى عامل مليون فولور وبيتعملوا مثلا 20 رياكت. ما هو ده بقى شيء، ده كله مش حقيقي فعلا، ده كله فيك. عشان كده الشركات مش هتروح، مفيش شركه هتروح لواحد زي ده، لان هي بتدور على الانجيجمنت مش بتدور على. انا حاسس ببوظ حاجه خاصه بالمويه. لا خلاص فادك يا حول الله. لا هقول لك حاجه بقى بعيدا عن الانستجرام. اكتر ادعاء بشوفه يوميا موجود في الشغل. في الشغل لا مش عايز اخبط، لسه متعين جديد. يعني مش كل الادارات يعني مش الشكل الجديد. امبارح كنت منزل ريلز اللي هي مديري كان حاضر. انت ما قلتش صح ان انت بتعمل ستاند اب كوميدي. انت ذكرت كل حاجه في المسرح الا الستاند اب. ما انا اتكلمت مسرح، انا بعمل ستاند اب كوميدي بقالي سنه وشهر. هل شفت ادعاء في الستاند اب كوميدي؟ كسر لي تقدر تذكر لي منهم حتى من غير اسامي ما بيسمعوش. دي بقى الحلقه دي كلهم ناس فاضله. قول لي وهنتهي. لا والله في مش هينفع اذكر اسامي طبعا، حتى لو الناس ما بتعاملش معاها حاليا. مواقف بسيطه قوي بس في ناس يعني في ناس بتنظم
وهي ملهاش في الموضوع خالص. حصل. ولا ليها في الواي اصلا، يعني هم نفسهم مش ستاند اب كوميديانز ينقذوا حفله. بسكوته مدوره صح؟ يا ايه بسكوته؟ مش اشكال. لا مش دي. ودي يعني انا لا بص، انا ما بشكل والله ما بشخصنش حد، بس زي المسرح في الستاند اب كوميدي. انا بالنسبه لي الستاند اب كوميدي اصعب ليه؟ انا كمخرج لما باجي امثل، لما باجي اخرج عرض، انا كياسر بكتب لي دور، والدور بتاعي بخليه مبهم. انت ما تعرفش اخره فين غير لما انا اقول لك ده اخره. ليه؟ علشان لو لا قدر الله اي حاجه حصلت في العرض عندي، اقدر اعمل لي دخله في الوقت ده وانقذ الدنيا. في الستاند اب كوميدي في بعض المنظمين انا ما بشوفهمش يبقوا قادرين اصلا ينقذوا الحفله بتاعتهم. يعني ممكن يبقى هو عامل حفله والحفله بايعه وجايب كوميديانز استغفر الله العظيم، فبيسوق سمعه ومجهود ناس تانية. في ناس تانية بتعمل وبرضه مش عايز اقول مين الجامد واللي بيعمل، وهو كده ده بيوضح للناس، بس في ناس تانية بتعمل، ناس بتتعب عشان المجال ده وان هو يكمل ويوصل، ولان هو متشاف دلوقتي بسبب كوميديانز بقى كبار بدأوا يطلعوا في التلفزيون وفي المسلسلات والكلام ده كله. فبتيجي الناس دي بقى تدمر الدنيا دي. بس في حاجه بقى العكس، في واحد بقى، في ناس مثلا ناس في واحد وهي شخصنه، لا مش واحد، مش شخصنه مع حد، بس في ناس بتعمل كده اوريدي، في كذا حد بيعمل ده، يجيب ناس تقال ويحشر برضه نفسه معاه عشان يتشاف. ما هو بص الفكره هنا فين؟ ادام انا قديم وفي المجال، سواء بقى كممثل سواء كستاند اب كوميديا او الكلام ده كله، انا كلمه بقيت في فرق. مش عايز اقول قديم، كلمه قديم ده ما بحبهاش لان ممكن واحد يبقى بقاله 20 سنه بيمثل، 20 سنه بيلعب ستاند اب كوميدي، بس هو لعب منهم 3-4 سنين حلوين ولا 16 سنه بيخرج. فاهم؟ بس الفكره انا كشاطر، انا كمحترف، لما هقبل ان انا انزل الحفله دي لا الوم الا نفسي. فاهم؟ فالفكره هنا ادام هو قبل ان ده ينزل وجنبه واحد عشان هو منظم الحفله يبقى هو معاه في الحفله، فهو بس ساعات اللاين اب بيزنق برضه، انت معاك ناس كلها حلوه. ايوه مش لازم نخريها في النص كده. مش فكره نخريها في النص، ايا كان مثلا هو بيطلع امتى او بيطلع ازاي، بس هي مثلا اللاين اب ساعات بجد بيبقى حلو جدا. عايز اطلع مع دول، فاهم؟ عايز اطلع في فرق بقى، عايز اطلع مع دول، في ناس بيبقى ليها كلمه. فاهم؟ في ناس يقول لك لا ما ينفعش، طب نظم ولا كان كل بقى المنظمين طلعوا؟ ما دي بقى كل المنظمين يعني. لا انا عايز اقول لك في منظمين انا بتفاجئ ان انا الناس دي بتنظم ما بتلعبش ستاند اب. يعني أزمة أنا ما شفتش عمر أزمة مثلا بيلعب ستاند اب. ده بقى اللي فاهمها صح، هو بينظم عشان هو اورجنايزر، بس أزمة كان كوميديان. انا عمري ما شفت كوميديان. أزمة كان كوميديان وكان بيلعب بين فترة مش كبيرة قوي، مثلا نقول من سنتين، بس هو لما دخل في حوار التنظيم ساب الكوميديا. هو اتفرغ لدي، شاف نفسه في حاجة، هو بس وشاطر في ده. تمام. وفي مثلا حد زي كنافة طبعا هو شاطر في الاثنين، في ان هو ينظم بس انا بقى بحب كنافة في ذكاء عنده الصراحة، ان هو مش كل الحفلات بيطلع فيها. بص اقول لك على حاجه، في حفله ممكن تتعمل بجد والكلام ده والله العظيم ما بطبل ولا بنافق، بس ده حق لمحمود كنافه ان في حفله ممكن تتعمل وتنجح ويجي لها جمهور علشان بس هي متنظمه محمود كنافه، مش عشان محمود كنافه طالع. يعني محمود كنافه ممكن يبقى بس بيقدم الهوست. ايوه فاهم؟ هو تعب. وعايز اقول برضو ان لو في بدايه لانتشار البلاتفورم اللي موجوده، فلو هنرجع لها كلها هتلاقي طالعه من عند محمود كنافه. ده الحقيقه انا بتكلم على البلاتفورم الشبابيه الجديده مش القديمه برضو. بالنسبه لي محمود كنافه هو بس ستارت في حته معينه فتح بيها شويه المجال، فاهم حاجه؟ يعني هو اللي عمل شويه الوي الجديده يعتبر يعني بالظبط. وفي ناس بتجتهد كتير، يعني في ناس بتجتهد كتير، في ناس تجتهد صح، في ناس تجتهد غلط. يعني فاهم؟ انا مش عايز اشخصن حد، بس احنا بنتكلم في امثله موجوده ومتشافه. بس انا بتكلم هل في الستاند اب كوميدي في مبدعين؟ في مبدعين. هل في فشل؟ في فشل. بس هل في ناجحين؟ هل في نماذج كويسه وبتحقق؟ في ما ده بقى في اي مجال، ما في كل مجال هتلاقي في الحلو وفي الوحش. بالظبط. ما ملهاش علاقه يعني هي مش عشان احنا في الوقت الحالي في الستاند اب كوميدي فاللي هو لا احنا
هنركز عليه. فاهم، هنركز عليها. لا هي في كل انت لو نزلت شغل جديد هتلاقي في المده يعني. يا لا بس اقول لك حاجه، احنا عشان في الستاند اب كوميدي احنا قليلين، احنا مش كبار زي المسرح. فكل البلاتفورمز انت مش متشاف زي المسرح. بس بدأ عمره برضه ما هيكون زي زود المسرح. انت المسرح لسه بقاله كام سنه عندك هنا. لا بس انا عايز اقول لك، انا لما بدات ستاند اب كوميدي انا كان بالنسبه لي كان في ناس تفتكر ان انا مثلا بعمل مش واخد بالي من الجمهور او ان انت شاطر ما بتركزش. بس انا بالنسبه لي ان جمهور الستاند اب كوميدي انا بحبه جدا علشان العدد ملموم، فانا بقدر اشوف ملامح الناس واعرف امتى كنت حلو امتى كنت وحش. ليه؟ لان انا قبلها اصلا كنت وقفت قدام 1000 بني ادم و500 بني ادم و800 بني ادم، انا حرفيا ما كنتش ببقى خارج راضي الرضا الكامل عن نفسي او اقدر انتقد نفسي بالشكل الكامل علشان انا ما شفتش كل الوشوش دي. لكن الستاند اب كوميدي اداني المساحه دي. انا النهارده ضحكت، انا النهارده كنت كويس، لا النهارده كنت وحش. فاهم ليه؟ لان انا الجمهور ملموم بالظبط قدامي. ربنا يكتب لنا ارقام بقى عارف. اول 5 صفوف كده بس لو انت شايف بقى ايه الاحسن، الستاند اب ولا المسرح؟ واحد جربت الاثنين. المسرح طبعا. اشمعنى؟ لان انا ما كنتش هبقى ستاند اب كوميديان بيقولوا دلوقتي ان انا كويس غير لما انا كنت طالع من المسرح. لا ده دعم مالكش دعوه بيه. لا والله. ايوه انا بتكلم، انا ما بقولش ان انا كويس، انا يعني الحمد لله انا بجتهد على نفسي، بس انا ما كنتش هبقى بالشطاره او بان انا كويس كده غير لما اكون طالع من المسرح. وده باين جدا في كوميديانز اقدم مني بقالهم سنين ويعني ليفلاتنا قريبه من بعض علشان انا جاي من حته انا جاهز لده وهم لما جوش من نفس. يعني في كوميديانز دلوقتي لو كانوا بادئين من المسرح وجايين من المسرح ووقفه الجمهور والبروفات والارتجال والكلام ده كله بالفتره الزمنيه دي كانوا زمانهم دلوقتي في حته ثانيه في اوروبا. تقدر تقول اسماء؟ مع احترامي للجميع. مع كامل احترامي. لا بس انت تالنتد برضه، انت يعني بحس ان انت عندك برضه الموهبه. هي دي جايه من الحمد لله من المسرح. هقول لك ليه. انت لو بتعمل ستاند اب كوميدي فسمير غانم كان بيعمل ستاند اب كوميدي طبعا. كان بيعمله فين بقى؟ في المسرحيات. فاهمني؟ فانت خدت الجرأة والوقفه منين؟ من المسرح. خدت الارتجال من المسرح. خدت الابتكار من المسرح. انا بكتب ماتيريال دلوقتي في الستاند اب كوميدي. انا قبل ما اكتب ماتيريال لو انا ما كنتش بكتب مسرحيات ما كنتش اعرف اكتب ماتيريال او اصيغ حياتي في جزء يضحك او الكلام ده كله. لو انا ما بعرفش، لو انا ما كنتش في المسرح وقفت قدام الجمهور ما كانش هيجي لي جرأة ان انا اخش مع جمهور ستاند اب كوميدي انا لوحدي قدامهم. فاهم؟ لو انا ما كنتش ارتجلت في المسرح ما كنتش اعرف ارتجل على المسرح لما اتلخبط ولا لما انسى ولا لما الكلام ده كله. فالمسرح زي ما بيقولوا كده ابو الفنون، لان اي حاجه حتى الغنى حتى الرقص حتى الكلام ده كله هي جوه خشبه المسرح. انت بتعمل رقص في المسرح، بتعمل غنى في المسرح، بتعمل تمثيل في المسرح، بتعمل ارتجال في المسرح، فانت اتعلمت كل حاجه فيه. طب بعيدا بقى عن فضل ده على ده، بس انا بتكلم وقفه دلوقتي الستيج انهي احلى بالنسبه لك؟ شايف انهي حلو؟ بص حاسه ان هم ما يقارنوش. ما هم ما يقارنوش. بص هو كده ما يقارنوش عشان ده وي ودي وي، بس هما الاثنين. بس انا وقف الستيج كياسر شخصيا مش رايي في الحياه عموما. انا وقفه الستاند اب كوميدي ريحت دماغي قوي. من ناحيه انا راجل زي ما قلت لك بمثل وبخرج وبنتج. فانا كنت ببقى انا معايا 20 بني ادم مسؤول عنهم وعن جودتهم قدام الجمهور وعن المكان اللي هيعرضوا فيه وعن الديكور اللي هيعرضوا قدامه وعن التذاكر. ما تحورش على الام يعني، انا بتكلم كممثل. لا انا بتكلم ان انا ماليش دعوه بقى بنت كل ده، سبت كل الدوشه دي. ايوه والبشر اللي انا بقيت لوحدي. طيب انا بتكلم بقى على وقفتك كممثل ووقفتك كستاند اب كوميدي. لا دي حطه ثانيه. ايوه انت بالنسبه لك شايف اني احلى؟ انا اني احلى كممثل. اشمعنى بقى؟ بحس ان انا بعمل اكتر حاجه بحبها. يعني انا بحب الستاند اب كوميدي. يعني انت ما بتحبش ده تصريح غيري. انا بحب الستاند اب كوميدي جدا بجد بشكل كبير قوي، ولو ما بحبوش مش هديله من حياتي كده. فاهم؟ بس ابقى انا ناكر الاصل. انا بقالي 15 سنه قاعد فيه. ياسر يعني انت دخلت الستاند اب عشان تمثل؟ لا يا ياسر انا بمثل من قبل ما اجي للستاند اب كوميدي.
ايوه بس انا ما عايز اقول لك انا عملت مثلا برومو قبل الستاند اب كوميدي، مثلت قبل كده في حاجات تاني قبل الستاند اب كوميدي، اقسم بالله بقى لي سنه وشهرين في الستاند اب كوميدي ما عملتش غير اعلان ما شفتكش بقى. وجاي برضه منه في التمثيل. لا بس يعني انت ايه اللي دخلك في الستاند اب كوميدي؟ بدون بقى شغف بس. يعني انت بتحب الستاند اب من زمان؟ انا بحب، كنت بتابع كوميديانز من ايام موجة ستاند اب والحاجات دي، فانا حابب الفكره، بس ما كانش عندي جرأة ان انا بمناسبة موجة ستاند اب انا نفسي اجيب جورج عزمي مكانك. هموت واعمل كمل. انا حابب الفكره، بس ما كانش عندي جرأة بقى، او ما كنتش مركز ان انا لا مش بتاعتي اصلا. لحد ما جيت في الورشه بصراحه بتاعت استاذ عصام السيد، فتعاملت انا واحمد عصام كتير. احنا ما اديناش استاذ عصام السيد ايه كتير كده. يا عم نذكرهم مرور الكرام عم يعني الناس عامل ده والله. أستاذ عصام عامل عظمه السيد في ده الدنيا يعني. في الحياه عموما. اه فانا الورشه دي كان مدتها 3 شهور فيها، ما احنا ممكن نقول ان في حد جه ايه يا بس فتح الباب في حد جه، احنا في بدله جت. ايه بقى فاهم الجزمة؟ حاجه؟ الجزمه طبعا. طب خلاص يعني مش لازم نقول كل ده في يلا سواق شوفير جه خلاص فاهم عشان بنسجل. كمل. فلا استاذ عصام السيد ده راجل عظيم. انا اول مره اعرف ان في مخرج ما بيتكلمش على حد مصري. يعني ايه؟ يعني احنا الورشه كلها يقول لك فلان في امريكا، المخرج الفلاني في فرنسا. ده بقى الشخص اللي اكد لي ان في مخرجين مش مبدعين. بس ممكن وهو قاعد لو شاور بايديه يعمل نص مسرحيه كده كده هو انت قول. ده الراجل اخرج حاجات يعني. الراجل كان بالنسبه لي انا مثلا واخدني من الطفوله لحد ما كبرت. يعني واخدني من الطفوله من ايام ديزني، وهو لو في 2-3 ما يعرفوش استاذ عصام السيد هو اللي اخرج كل العروض بتاعت في ديزني. كتاب اصلا اسمه رحلتي مع ديزني، استاذ عصام السيد بيحكي في كل تجاربه. كان هو البوابه بتاعت ديزني المصري. هو اللي اخرج لاين كينج، وهو اللي اخرج توي ستوري، وهو اللي اخرج حاجات كتير قوي ليها علاقه بديزني. اي حاجه كانت عطلانه في ديزني كان عصام بجد لحد ما سحبوا ديزني كلها، سحبت ديزني نفسها من مصر. بعد كده بقى بقت وحشه فشخ منهم لله بجد. يعني سبحان الله بجد كان ليه تاثير رهيب. هو اللي جاب الناس الكاستنج بتاع الفويس اوفر بتاع الافلام. كان هو مسؤول عن كل حاجه. من اشطر الناس، ودي بجد والله ما تطبيل، من اشطر الناس ومن اكتر الناس اللي تشوف في عينيها حب لشغلها هو استاذ عصام السيد. ومن اكتر الناس اللي بيعاملك ابنه. يعني انا بص استاذ عصام السيد بجد لو احنا بقى هنديله مساحه، يعني هو طبعا الوقت ما يكفيش لازم، بس انا في مواقف بيني وبين الراجل ده انا بحبها جدا. منهم مثلا اما كنا بنتصور صوره في صوره من الصور الفرديه جوه مركز الابداع. الصوره دي كل اللي يشوفها يحس ان احنا حباب جدا. فرغم ان كان ليا زملاء بيكسفوا ان هم يتعاملوا مع عصام السيد بهزار ولا بتاع، هو برضه ليه قيمته، بس هو حسسك ان انت ابنه. فانا حضنه كده ومش عارف، الصوره حلوه جدا. جينا بعدها كنت معزوم على مسرحيه في معهد فنون مسرحيه، وهو قدرا انا خارج من العرض وهو نازل مع العميد بتاع معهد فنون مسرحيه، مش عارف جنبه ممثل مين ومين هيلمان كبير. لو هو شخص ما بيقدرش ولاده اللي درسوا معاه واللي هو بيحبهم بجد وحوالين هيلمان ده واحده يجوا لا مش هيبص لي اصلا. فاهم؟ اقسم بالله ساب ايد الراجل اللي كان معاه وساب الناس وجه ويسور ومسلمنا وحضرنا بعض. بتعمل ايه هنا؟ قلت له عايز بقى من زي ما انت جاي اتفرج على العرض وبتاع، وهزرنا شويه ومش عارف ايه. ساب الدنيا كلها لاجلك اللي دي كبيره جدا عندي. قابلته مره تانية في مسرح هو معزوم عليه كضيف في مسرحيه، وانا كنت بشقى في ساعه مهرجان القومي، بشقى علشان اجيب تذكره اخش. فسلم عليا جوه ووقفنا واتكلمنا مش عارف، كان عايز ياخدني يقعدني معاه صف اول ان انا كان معايا ناس. فاهم؟ هو ما بيتعملش كده برضه. بعدها كان معزومين في كنت رايح المسرحيه بتاعته، فهو داخل وجنبه الشوي مدير المسرح القومي والكلام ده كله، وانا وامي واختي. فجاه اول ما شافني سلم عليا ومش عارف ايه، فبيماسك ايدي عشان اخش معاه. فقلت له انا معايا ماما واختي وبتاع مش عارف ايه. فقال لي اقول لها بقى الحقيقه، بيهزر يعني، فاهم؟ لا اقول لها الحقيقه بقى ولا مش عارف ايه.
فانا كان هو مسميني شقي. هو مسميني ياسر اي تي عشان في مره مسح ارقام تليفونه كلها وانا ما عرفش ارجعها. فهو شايف ان انا اي تي فاشل، انا خارج نظم معلومات. فقال لي اقول له امك الحقيقه، فقلت له يا ريس قول ربنا يستر. قال لها ابنك ده اي تي فاشل بس ممثل شاطر. فاهم؟ بيعزمنا كل سنه، بيعمل سحور بقى للدفعه وبتاع. اب بيتكلم مع ولاده، بيطمن علينا، ايه وصلت لفين، اخبارك ايه، متابع ايه. تتفاجئ وانت قاعد في القعده اصلا ان مثلا ليك زميلك او زميلتك هو متواصل مع استاذ عصام وبيتكلم معاه في حاجه هو بيجربها، واستاذ عصام متابعه ويقول له وصلت لفين. فبجد ده من اكتر الناس اللي ادتني سلام نفسي بجد في المجال ده، ان انا بقى عندي مثال في مصر ابقى نفسي ابقى اوصل. فانا لو بجد في الاخراج نفسي ابقى زي استاذ عصام السيد. نفسي احضر له مسرحيه بجد، نفسي. بس كان عامل مش جولييت، مش روميو وجولييت صح؟ مش هي لسه بتعرض في المسرح. فقشطه عندك فرصه يعني. وجميله جدا، بطولة علي حجار ورانيا فريد شوقي ومحمد عادل ميدو وشباب حلوه جدا برضه معاهم خط لذيذه. انا حضرتها مرتين بجد هتتبسطوا يعني. بس انا كنت بقول لك ساعات بقى حوار الستاند اب كوميدي ده، انا لما دخلت الورشه مع استاذ عصام السيد فتعرفت بقى على احمد وكده. وعايز اقول لك ان بالصدفه في الورشه كان احمد امين بيعمل جزيره غمام اللي مذاكر له الدور ومطلع احمد امين كده استاذ عصام السيد بجد. كان بيجي مركز الابداع ويراجع معاه والكلام. خش على صفحه كمان احمد امين بعد مسلسل جزيره غمام نزل بوست شكر للاستاذ عصام السيد لان هو اللي وقف معاه وهو اللي ذاكر له الشخصيه والكلام ده. فصاحبنا وبتاع، فكلمت ساعتها ساعه كتاب برضو بما ان احنا جبنا سيره ديزني. الاول اتكلمت مع احمد ان انا عايز اعمل ستاند اب كوميدي، عايز اجرب احمد عصام السيد. احمد عصام لازم نقول يعني. فقلت له ان انا عايز ابدا ستاند اب كوميدي وكده. فقال لي طب سجل لي، اداني رقمه وقال لي سجل لي ريكورد على الواتساب احكي لي قصه كده بتضحك. طبعا انا هبدا وحشه قوي وبجد يعني الريكورد ده اتمنى يكون اتمسح من عند احمد عصام السيد. كانت الدنيا مش احسن حاجه. الفكره هو ما ردش عليا فانا قلت الحمد لله. بس اتفاجئت بعدها بفتره كبيره لما اتقابلنا قلت له انت قلت لي بعت لي ريكورد يعني وانا بعت لك. قال لي ما انا سمعته. انا مش هسهر بقى والله انا ما انا سمعته، مش بتاع اسكندريه وقعدت انت سمعته على يا ويعي. قال لي بس انت محتاج تقص والله يعني انا استغربت ان هو سمع الريكورد وفاكر وقال لي انت محتاج بس تقص حاجات وتقرب الدنيا لبعضها والموضوع لطيف بس تقرب. انت سمعت الريكورد لسه فاكره وعارف الموضوع كان بالنسبه لي حلو. بعدها اتقابلنا بقى في يوم توقيع كتاب بتاع استاذ عصام اللي هو ديزني، رحلتي مع ديزني. فساعتها هو قابلت احمد بقى تاني فاتكلمنا في الموضوع تاني لان استاذ عصام قعد يقول له الواد ده كوميديان شاطر والواد ده مش عارف ايه. فاداني رقم بقى محمود كنافه. بعتك عند كنافه. فبعت والله بعت محمود كنافه ما ردش عليا. سمع برضه الريكورد. لا انا بعت له رساله هو ما شافهاش اصلا. تمام كانش بيرد على ارقام غريبه ولا ايه؟ عامة كنافه ما بيردش. لازم تكلمه. دخلت بقى الستاند اب كوميدي بقى بالصدفه. ازاي؟ كان أزمة والله أزمة منزل على جروب فيه فنانين كتير ان هو محتاج مكان يعمل فيه حفله. وانا كان معايا ليله عرض عايز ابيعها يعني انا معايا مكان انا حاجزه ومش عايز اعرض اليوم ده. فكنا تاني يوم العيد وبتاع فكلمت أزمة ها فقال لي طب تعالى نقعد في مصر الجديده وابتدى يعني ونبدا ونشوف الموضوع ده وتحضر حفله والكلام ده. فقلت له بتعمل ايه؟ قال لي بعمل ستاند اب كوميدي. ايه ده؟ طب انا نفسي طب مش عارف ايه. مره واحده لقيتني في لاين اب، مره واحده لقيت اسمي بيتنادى عند أزمة. انا طالع اعمل 7 دقايق انا مش فاهم انا بعمل ايه. الفكره ان انا بلعب دخل الستاند اب بفلوس. لا انا أزمة ما خدش مني شغل المدارس الخاصه. أزمة ما خدش مني الليله دي. انا مره واحده انا اصلا اول مره كان الهوست بتاعي ابراهيم حامد واما قدمني قايم الكرسي وقع. واحده بتعديني فوانا هي بتعديني الكرسي بتاعها وقع
هو انت ايه طيب؟ كنا في جراموفون مصر نزلت الدنيا الجديده، قوي. والله العظيم كنا في جراموفون مصر كسرت الجديده. الدنيا. طلعت كان في درامز على الستيج، في منه حاجه وقعت، فقلت له الحق اقول اي حاجه قبل ما نكسر الدنيا. فقلت اوزما كان قبلها بيقول للشباب بقى، والكلام ده كان جديد عليا، اللي هو لما تاخد سكسي في اي وقت اقفل. فانا عمال اقول والناس بتضحك، انا عمال احكي عن بداياتي في التمثيل وبقول اي عبط، فالناس انا مستني سكسي. المهم ان في الدقيقه السادسه بينوروا لك كشاف، فجت كان فريده جنيدي ساعتها فريده جنيدي طبعا كشاف غيرها بتنور لي كشاف، اوزما منزل ايديها وقال لي براحتك. براحتي ايه، انا مستني. قعدت بتاع 8 دقايق، اول ما سقفوا قلت لهم شكرا. طب دي بقى اكذوبه. كنت رايح لابس قميص وبنطلون. لا زي ده ابن كلب بقى، حوار اللي انت لازم يجي لك سوسيه عشان تقفل، لازم تستنى، او انت لازم تستنى سوسيه ما تقفل بضحك عادي يعني. انت طول ما الناس بتضحك فتمام. انا يا جدعان انا شفت ناس بتقفل مش بضحك يعني، في بكا. خلاص بقى بتجيب سيره مين يا ابو يا اسطى انت. لا انا بتكلم على حته اللي انت مستني الناس تسقف، ما انت ما تستناش الناس تسقف، مش لازم اصلا الناس تسقف، ما هو مش اجبار. انت الناس طول ما هي بتضحك فتمام. بص لو انت بتصور فيديو هتبقى حلو معاك في الفيديو ماشي، بس انا بالنسبه لي صوت الضحك اهم من التسقيف. ايه عارف بقى ايه، في ناس بقى بتنزل الفيديوهات دي بتبقى مدعيه ان هي بتبقى قصه السكسيهات، في ناس بتنزل فيديوهات تشويه نفسها. لا هقول لك على حاجه بقى فعلا، عشان دي قفشتها مع ناس معينه تمام. لا مش انا، لا مش انا قفشتها مع حد معين، حاضر صوت الضحك من على النت، والله العظيم قفشتها في فيديوهات. عايز اقول لك ان انا عندي صوت ضحك لفيديو اخر حفله ليا في الساعه. اقسم بالله انا خايف انزل الفيديو. انا كنت هنزل الفيديو ده قبل السيجمنت اللي حرقتها امبارح بالليل، كنت هنزل، بس خايف لان صوت الضحك بجد يبان ان هو صوت ضحك فيك. بس اقسم بالله ده صوت ضحك الجمهور. وانا عشان بكت اللي هو مناطق الضحك عشان ما احرقش حاجه من الماتيريال، فاللي هو الضحك هنا فاللي هيجي يقول لك ايه يا عم والله. فده خايف جدا من الفيديو ده. والله اسمعه لكم بعد ايوه وانا هقول لك ان هو الفيديوهات دي بجد والله العظيم اكبر الدعاء. بيبقى حد كده دايما بشوفه على السوشيال ميديا بيقعد ينزل فيديوهات الضحك. في ناس دمها تقيل، اروح احضر له. في ناس بتبقى عامله محتوى ودمها تقيل. يا ده ادعاء كبير بقى. بيكتب لك كوميديان في البايو والله العظيم ده ادعاء ابن كلب. ممكن اذكر لك منهم كتير فشخ. اسلام فوزي يعني احرق ميتين دمه بجد عشان انت معصبني. بس اسلام فوزي ناجح يا ولدي وحش يقعد يحزق كتير بجد. هو بيقفش كاركتر بتعملي ايه؟ ما تعمليش كده، ده كلب ده ولا يا عم؟ دمك تقيل بجد. ما احبش اسلام فوزي. في ناس كتير بتحبه، في ناس يعني مش ما هي الامهات بقى. لا وفي عامه البنات بتضحك بتنجح اكتر من الامهات. للاسف. يعني في ناس الاندر ايدج لما يحبوهم ويدعموهم هتلاقيهم بيشهرون في كل حته. خلي بالك اقول لك على حاجه، بيتخانقوا لهم اي كونتنت. هو انت ليه بتعمل الاثنين؟ انا عايز اعرف، انا نفسي افهم اللي انت بيدعموهم. ايه ده ليه؟ طب ما تتكلم. عادي يعني، بس احنا لسه ما عندناش فولورز لسه ما عندناش حاجه. لا بس في ناس كتير يا اسطى اغلبها على السوشيال ميديا اصلا بتنجح على الاندر ايدج، لان هم دول اللي قاعدين على السوشيال ميديا اصلا. بس خلي بالك اللي يكسب الاندر ايدج يبقى ذكي. دي الفكره بقى بجد. حاولوا انتوا تعملوا كده يعني مش التارجت بتاعي عشان انا مش التارجت بتاعي. تعرف انا فكرت دلوقتي ان احنا لو هنكسب الاندر ايدج ممكن نجيب لهم كارن نبيل. تمام. طيب كارن نبيل لذيذه جدا. ما هو انا افتكرت حاجه في نفس اللحظه. كارن لو جت معانا احنا مش هنكسب الاندر ايدج، احنا هنكسب فوق 60. تمام. طفل عندها 14 سنه هي امي انا بحبها قوي هي كوميديانه عصبيه كده بس لذيذه جدا. في دعايات كتير قوي ما اتكلمناش فيها والله العظيم. قعدت اقول لكم دعايه الشغل لازم. لا دعايه الشغل انا عايشه عامه. ايوه ايه بقى في الشركه الجديده اللي انت لا مش في الشركه الجديده، بشتغل فريلانس اكتر ما بشتغل في الشركه. بس ممكن ابقى انزل مكان. انا مثلا بصور حاجه سوشيال ميديا المكان مطعم وجابوا معايا حد تاني بيصور ريلز،
فاهم؟ فانتوا ما كنتوا تمرقتوا ليه كده؟ لا مفيش اصل حاجه برضه. الريلز فبجد قعدنا دردشنا انا والشخصيه اللي بتصور ريلز دي، فاكتشفنا على الله انا معايا موبايل ومعايا جيمبل بس، وحد قال لي الجيمبل ده بيعمل ايه بس، فبيسطح تحفه. بس انتوا بس هداك تعرضوا. وهي كاتبه بقى على صفحتها ان هي ريل اديتور وريل مش عارف ايه وريل ريلوجرافي ريل ميكر وريل حاجه كده. محجبه بتلبس اسود هي اللي اسمها اي ست تلبس اسود 45 يعني من عنوان. حسيت تاني. فبجد يعني بجد في ناس كتير في الشغل بيبقوا مدعين وفي بقى في الادارات القديمه اللي كنت شغال معاها كلهم غير كده بقى نظامها كلهم غير الاداره الحاليه. شغل قد كده واحنا ما عندناش شغل خالص، ده احنا ده شغال وعامل ومش عارفه ايه والكلام ده كله. دي تروما. عارفه والله كان معايا حد مع اول امبارح بس ده بقى معايا في كان بيقول انا ما عنديش شغل، شوفوا الشغل الدنيا فين، انا ما عنديش حاجه. فحصل ميتنج للاداره وهو كان معانا، فبيطلب منه حاجه علشان يعملها جنب شغله بما انه ما عندوش شغل. انا ما عنديش شغل، انا الدنيا متربعه عليا جوه والله العظيم. ده انا قايم بس معاكم 5 دقايق دول سايب الدنيا ده الاجهزه بتجري ورا بعض. فدول كتير قوي. وفي اللي ينزل هو اصلا خبرته لا شيء ويقول لك انا باخد 20 كي. لا فكك من فكره الفلوس، انا عندي ده في مجالي. لا فكني ايه بس. لا هقول لك والله عشان ده انا ديزاينر تمام في اولها يعني. فيجي واحد بقى يقول لك ايه النهارده دايركتور، بص بقى بص البوني تيل، بص شايف الشقه، شايف البوني تيل، انا عامل بوني تيل، فانا دلوقتي ارض دايركتور، فانا تعالى بقى يا معلم وريني شغلك. فيلم زابل مفيش ما يطلعش من الفوتوشوب ده، ما يترندرش. تمسح الفوتوشوب بيه والله بجد. في ناس صعبه قوي، في ناس في ناس. المشكله بقى ان بتلاقي ناس بتصدقهم. في ناس. لا انا عارف انت، لا في حد بيجي اللي هو ايه، احنا بنينا العماره وركبنا الابواب ودهنا الوجه، في حد بيجي يركب المفتاح في الاخر، اللي هو المفتاح اللي هنفتح بيه باب العماره. صاحب العماره بيجي والراجل ده بيفتح بالمفتاح، فيقوم واخده يقول له الله ينور يا هندسه، فيقول له ايه رايك يا باشا يا ابني. لا اقول لك بقى على حاجه تانية علشان دي مشهوره فشخ، ان واحد ما بيعرفش يشتغل بالمره، فعنده حبه معلومات بدائيه واخدها من على النت، فيقوم عامل بيها كونتنت. فدول بقى بيشتغلوا نار يا اسطى. بص يعني الارزاق بتاعت ربنا وكل حاجه، بس انا ما تقوليش اللي انا هاجي اديك كورس وانت ما عندكش معلومه. هيحصل ايه لو دوسنا انتر واحنا مش عارف والله هو بيجيب لك معلومات يا اسطى، هو بجد اول مره يسمعها، بس هو دخل شافها قام عامل لك بيها فيديو عشان يروج للكورس بتاعه، عشان انا دست على وشي بالحوار ده والله العظيم. ادخل مع ناس اخد كورسات، اشترى كورسات كتير يا اسطى، الاقي نفسي اقسم بالله انا لا طب تعالى انت اديك الكورسات دي، تعالى انت اعلمك. والله العظيم ناس يا اسطى معدومين. دي ما اشتغلتيش قبل كده؟ شفتك ساكته في الحته دي. لا ما انا اشتغلت والله، ما كان لسه بيقول لك ان عندي تروما. لا انا بجد كان موضوع بيبقى صعب قوي. مش هنا بس عشان انا بعمل كونتنت على الموشن والله انا عندي حبه معلومات كنت بعمل يعني. لا بس حاجه اخيره بقى، بعيدا عن كل الادعاء ده، في ادعاء بيحصل في الشارع دايما. ادعاء انا عارف المنطقه كلها، انا عارف الشارع وعارف البلد وعارف كل حاجه. طب عشان دي تروما بجد بالنسبه لي، عشان انا رحت في مره انا بركب منين؟ بركب من مدينه نصر. حلو الكلام ده قبل ما اجي القاهره. بركب في مره من مدينه نصر، انا رايح عند الماظه. حلو، فركبت مع سواق، قلت له رايح على الماظه، قال لي دي رايحه على الماظه. ركبت تمام، قام موديني فين بقى؟ قام موديني روكسي، قال لي انزل واركب ده هيوديك. يا ابني ليه والله العظيم حاسس معاها مسافه ابعد. انا كنت رايح وبقول الكلام ده في حلقتك بقى، معلش. اعملوا بيت الله عليك. حلو قوي الحوار ده في حلقتك بقى. لا بجد والله العظيم اكتر مدعين في الدنيا سواقين. عارف بقى انت في اللي مدعي بلطجه؟ دي حصلت معايا في مره. في شخص اقسم بالله، عندنا انا من القلعه، فاحنا عندنا مدعين البلطجه غير البلطجيه. يعني البلطجيه انت تشوف وشه بجد ليهم طله. هذا الشخص تجنبه، فاهم انه سائر الان. وفي عيال اللي انت هلفوت،
انت ازاي تقول ان انت هو بلطجي؟ اتاخد مره الاسم عشان كان ناسي البطاقه. والله بس مش اكتر. بس يخرج بقى يقوم ماسك سيجاره الحشيش الحاج ابراهيم العنشاني، وانت رايح فين؟ انت جاي منين؟ خمسه عليك اخويا. والله مره واحد عمنا في منطقه وقفني قال لي انت مين؟ قلت له انت اللي مين؟ انت جديد؟ والله العظيم انت اللي جديد. انا البلطجي اللي والله قلت له انت اللي جديد على فونت. قال لي انا اقول لك انت مين تقول لي انت مين؟ قلت له والله العظيم ثلاثه. انا بمسك كتفه كده قام وقع. ده متركور يعني ما شاء الله. والله العظيم بمسك كتفه كده قام وقع على الارض. قلت له انا جالك بص يا برو. حضرتك انا اورجنايزر كده. لا قال لي والله قال لي خلصانه وانا هرد وجري. لا انا مشيت. مستني الغدر يجي من ظهري. قعدت اتلم هعمل باك. فالمدعين البلطجه دول كوميديانات جدا فشخ. عامه نفسي اشوفهم في الدنيا. مره عيل اتقبض عليه عندنا بسبب ان هو كان مدعي انه تاجر مخدرات. بس بالله عليك دي حاجه تدعي فيها دي. كان مره جالنا رئيس مباحث بيحب المغامره عموما. فهو الراجل بجد كان فكره بره الصندوق، فلبس صعيدي ونزل للمنطقه عشان عايز يجيب حشيش. عايز يشوف مين يعني بيبيعوا حشيش عشان يعرفهم فيجي يقبض عليهم بعد كده. وبجد دي بجد انا بحييه يعني حاجه جامده جدا. هو مش مكتفي ان هو قاعد لابس البدله، هو نازل بجد. فنزل فدخل على حد بتاع فقال له معاك حاجه؟ قال له انت عايز ايه؟ قال له انا عايز حته بنتين وبتاع. قال له عيني. راح لواحد ديلر قضى منه حته ب 150 جنيه. ده كان بيصمصم. وجاي ما هو جاي يديها له. وقعد يرن عليه. قعد يرن عليه. الفكره ان هو اتقبض عليه بقى ان هو الديلر هو محوش. مره احمد سعيد. انا عايزه اقول حاجه. احنا لازم نقفل دلوقتي تمام. يعني انا حاسه ان انا انبسطت جدا في الحلقه دي. الى هنا والله والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. والله بص بحب اعمل الحاجات دي. لو مبدعين قوي نتكلم عن الدعوه. نتكلم ليه؟ احنا موجودين تمام. بس والله لو حبيت الحلقه تمام اعمل لايك وفولو. ما حبيتش الحلقه فمش لازم في حلقات جايه فاعمل لايك وفولو برضه. ما حبيتش حاجه وما تربيتش عامه. لا ما بنقولش كده عامه يعني احنا جمهورنا اللي هو الثلاثه. لما توصل للدقيقه 56 وانت ما حبيتش يبقى انت مزوج. بس كده يعني يلا كفايه بقى يا ابني مش يعني بنقول سلام. خلاص ماشي.